تخيل انك تبيع كل حاجة عندك، تسيب بلدك واهلك وتروح تدور على لقمة عيش في بلد غريبة، بس بدل ما تلاقي فرصة جديدة تلاقي نفسك عايش مع الماعز وسط الصحراء. دي حكاية نجيب والعذاب اللي شافه في فيلم ذا جوت لايف. الفيلم الهندي ذا جوت لايف بيحكي قصة نجيب الشاب الهندي اللي رهن بيته وباع كل ممتلكاته عشان يقدر ياخد تأشيرة شغل في شركة في السعودية. الحكاية بتبدأ لما وصل هو وصاحبه حكيم للسعودية، والكفيل بتاعهم اتأخر عن انه يستقبلهم في المطار، وبسبب بساطتهم وانهم ما يعرفوش اللغة استغل الفرصة واحد قاسي وظالم واوهمهم انه الكفيل وخدهم معاه على الصحراء. نجيب اتفصل عن صاحبه حكيم، وحكيم اتساب في مزرعة صاحب الراجل اللي خاطفهم. هناك نجيب اتفاجئ بوجود عامل هندي كبير في السن حالته سيئة جدا، وطلع ان هو كمان ضحية لنفس الوضع، وتحولت حياته انه يعيش زي الماعز بعد سنين من العذاب في ظروف صعبة جدا. نجيب اتغير تماما خلال الثلاث سنين اللي عاشهم في المزرعة، شكله اتغير، مظهره اتغير، وعقله اتأثر، وبقى عنده صعوبة في الكلام لدرجة انه بقى بيعيش مع الماعز وبيطلع اصوات زيهم. ولما قابله صدفة صاحبه حكيم في الصحراء قرروا يهربوا مع واحد تاني من اصول افريقية اسمه ابراهيم. رحلة الهروب ما كانتش سهلة خالص، الثلاثة عانوا من تعب الصحراء، وحكيم مات من الحر والعطش، وبعد كده ابراهيم اختفى في عاصفة رملية. في الاخر نجيب وصل للطريق وهو تعبان جدا وكان على وشك الموت، لحد ما وقفوا واحد سعودي وانقذه وخده على المدينة ووصلوا المسجد، وهناك لقطوا شوية عمال هنود وانقذوه، وبعد كده اخدوه للسلطات عشان يبلغ عن حالته. وقتها الفيلم بيعرض ازاي السلطات بتتعامل مع العمالة اللي ملهاش وضع قانوني، وكمان قسوة الكفلة لما بيتعرفوا على عامل هارب. نجيب اتصاب بالذعر لما شاف الراجل اللي كان خاطفه في مركز الشرطة، واللي قال له انه لو كان تحت كفالته كان رجعه تاني على الصحراء. نجيب وقتها ادرك انه كان مخطوف وان ده مش كفيله الحقيقي. طيب بالنسبة لمكان التصوير، تم التصوير الرئيسي على مراحل بين مارس 2018 ويوليو 2022 خلال 6 جداول زمنية في صحاري وادي روم بالأردن وصحراء الجزائر في الصحراء الكبرى، مع تصوير بعض المشاهد في ولاية كيرالا بالهند. طيب هل قصة الفيلم فعلا حقيقية؟ بالظبط، الفيلم مقتبس من رواية ذا جوت لايف الأكثر مبيعا لعام 2008 بألم بنيامين، واللي بتستند لقصة حقيقية عن نجيب، واحد من الهنود اللي سافر السعودية، ولكن نجيب اتعرض للخطف والتعذيب زي ما شفنا في الفيلم. مخرج الفيلم كان عاوز يكيف رواية ذا جوت لايف اللي قراها 2008، واشترى بالفعل الحقوق من بنيامين وبدأ في كتابة السيناريو. طيب هل الفيلم مسيء للسعودية فعلا؟ أنا رأيي إنه أي فيلم أو مسلسل أو أي عمل فني بيركز فقط على عرض السلبيات فهو كده بيدي انطباع سيء للناس اللي بتتفرج على الفيلم عن الدولة دي. والفيلم هنا بيوضح إن الجزء السلبي ده هو جزء من النظام مش النظام كله، والدليل على ده إن اللي أنقذ نجيب في الآخر هو راجل سعودي. وفي الآخر يا جماعة الناس كلها ما اتفقتش على رأي واحد بخصوص الفيلم ده. في ناس مع فكرة إن الفيلم مسيء للسعودية بشكل مباشر، وعلى الجانب الآخر في ناس برضه شايفة إن الفيلم لا يحمل أي إساءة لأي دولة أو أي شعب. وفي ناس كتير بتشتكي من نظام الكفيل مش بس الهنود. وأنا شايف إنه أي مكان أو نظام زي ما في الجانب الايجابي في برضه الجانب السلبي. وعاوز اكرر الجمله دي في اخر الحلقه، ان الفيلم مقتبس عن روايه في 2008 عن قصه حقيقيه، ولو قصه الفيلم كانت من وحي خيال المؤلف كان ساعتها هيبقى في كلام تاني. اي دوله في العالم فيها الصالح وفيها الطالح، طالما اللي عايشين على الدوله دول بشر مش ملائكه. وانا ما بتكلمش على السعوديه بس، انا بتكلم عن اي دوله في العالم بشكل عام، وبشكل خاص الهند اللي فيها برضه جوانب سلبيه كتير، منها التعذيب والقتل اللي بيتعرض له المسلمين في الهند. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو فعلا اعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه، لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. في النهايه قولوا لنا رايكم في التعليقات، واشوفكم في الحلقات اللي جايه.